سلام متتبعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. حلقة يوم الثلاثاء واللي غتكون مليئة بالأحداث. من بين هاد الأحداث غنشوفو ميسو اللي غدوز مع بنتها نوران آخر نهار من بعد ما قررت تخبرها بالحقيقة. كذلك غنشوفو بهار اللي غتمشي عند نادين باش تعرف الحقيقة ديال سعاد من بعد ما شكات فيها، وغنشوفو كذلك زينب اللي غتستهزئ بالأم ديالها نعيمة وغتقول الصحافة باللي هي كانت غير مربية ومجرد خادمة. كنتمنى تعجبكم هاد الحلقة وفرجة ممتعة. وبداية مع ميسون اللي غتكون هي وبنتها نوران اللي غديها باش دوز معاها واحد النهار، غديها باش تشري ليها كشوبه وتشري ليها حوايج ديال المدرسه حيتاش نوران صافي غتدخلها المدرسه. نوران ما غاديش تعجبها ديك اللبسه وغتقول لها راه ما عجباتنيش وما جاتش معايا. ميسون وهي كتشوف فيها وكتبان حزينه وغتقول لها كيفاش يا بنتي ما يجيوش معاك، انت راه بنتي زوينه اي حاجه كتجي معاك، انت يا بنتي غتمشي للمدرسه وانا ما غاديش نكون معاك، انت غتخرجي من الابتدائيه وغتكوني كتحضري الامتحانات وانا ما غاديش نكون معاك، وغتمشي للجامعه وما غاديش نكون معاك، كيفاش يا بنتي نقدر نصبر على هذا الشيء؟ غتقول لها لا بنتي جاوك هاد الحوايج زوينين، غتقول لها لا ما عجبونيش، انا بغيت شي حاجه قصيره تكون حاده الكتاف. غتقول لها ميسون اش هاد الهضره كتقولها بنتي وانت فين غاده؟ انت راه غاده مدرسه خاصك تلبسي هاد الحوايج وخاصك تجمعي شعرك، ما خاصكش تبقاي طالقاه، واش بغيتي ديري بحال هذاك كوكوك؟ غتقول لها نوران شكون هو هذا؟ غتقول لها هذا راه المنافس ديالي في الخدمه. غتقول لها نوران الله ياخذ فيه الحق، انا بغيت لي لما كن كاملين يخسروا وما يبقاش خدام. غتقول لها ميسون هي فرحانه تقول لها بنتي يخسروا. غتقول لها ان شاء الله غدا غيكون عندك اول يوم لك في المدرسه وانا خديت لك الحوايج حيتاش عرفتهم غاديين يجيو معاك. علا غادي يجي عندهم وغادي يكون شاري بزاف الكشوبه والادوات والمحفظه. غتقول لي نوران اش هاد الكشوبه كاملين؟ انا لا قريت في هاد الكتوبه كاملين غنولي رائده الفضاء. ميسون غتفرح بزاف وغتشوف بنتها فرحانه بهادشي اللي شراو ليها. هنا علاء اللي كيبان مسكين حتى هو حزين وكيشوف في بنته وكيقول لها بنتي انا شريت كتوبه ولكن ما غاديش نبقى نشوفك ولا نشوفك غير مره مره، انا غنتوحشك بزاف. نوران غتقول لعلاء بابا ان شاء الله في العشيه غادي تغلف لي هاد الكتوبه ونوجدهم. غيقول لها نوجدوهم. من بعد نوران غتقول لميسون فين قلتي لي غادي ديناي؟ انا بغيت نمشي لمدينه الملاهي وبغيت نلعب وبغيت ندوز نهار في مدينه الملاهي. غيقول لها علاء واخا اللي بغيتي، حنا غنمشيو لمدينه الملاهي وغادي نلعبوا كاملين وغندوزو نهار زوين. يعني علاء وميسون كيحسوا براسهم باللي صافي اخر نهار غادي يشوفوا نوران من بعد ديك الساعه، صافي غادي يخبروا بهار بالحقيقه. من بعد غنشوفوا ميسون وعلاء من بعد ما مشاو لمدينة الملاهي وكيلعبوا. نوران كتبان فرحانة ولكن علاء هنا كيشوف بنته نوران وكيبان حزين. نوران غتقول لماماها ميسون عجباتني هاد اللعبة. غتقول لها ميسون بلي هاد اللعبة راه قديمة، ملي كانت التلفازة كانت فيها غير إذاعة وحدة ولكن حنا كنا كنجيو ديما نلعب هنا وهما كيلعبوا وكيتصاطحوا. وغتقول نوران لباباها بلي خاصو يسوق مزيان وينتبه إلا يدير شي حادثة في الطريق، يعني كتخاف على باباها. ميسون مازال كتلعب هي وبنتها في الألعاب اللي في مدينة الملاهي وكتشوفها وكتقول لها بنتي هذا آخر نهار غنشوفك فيه، أنا بغيت هاد النهار يطويل وما بغيتوش يسالي حيتاش غنتوحشك بزاف. أنا ما عرفتكش يا بنتي نوران فاش كتفكري ولكن أنا بغيت لك حياة سعيدة وبغيت لك مستقبل يكون زوين وما يكونش فيه الكذوب حيتاش انتي مالك ديالي وكتستاهلي أحسن، أنا غنتوحشك بزاف. من بعد ميسون غتمشي عاوتاني تلعب معاها في ألعاب أخرين وهي غير كتشوف فيها وكتأمل فيها حيتاش حاسة باللي نوران صافي مبقاش غتشوف فيها. غتقول لها بنتي أنا غنتوحشك بزاف ولكن هادشي اللي كيوقع ليا كنستاهلو، أنا كنحس باللي القدر كيعذبني حيتاش درت أغلاط ولكن كتبقى هادي هي الحقيقة ما عنديش من نهرب منها. أنا كنتمنى تفكريني وتبقاي ديما تقولي بلي ديك الأم كانت معايا مزيان. أصلا كل أم كتشوف ولدها كتشوف فيه كلشي وكتشوف النظرة ديالها في الولد ديالها، وانا بغيت هكا بنتي تبقاي ديما تفكريني. انا غنبغيك ديما وغنبقى نبغيك ديما ولكن صعيب عليا كيفاش غنعس وانا ما كنشوفك، كيفاش غندوز النهار بلا بيك؟ يعني ما يسونش صعيبه باش تفارق على بنتها اللي حضنتها وهي صغيره. كتشوف علاء وكتقول ليه كانت غير صغيره وها هي دابا تبارك الله كبرات. ميسون كتحاول تبين لبنتها باللي هي ما مقلقاش وباللي هي فرحانه معاها ولكن عارفه راسها شنو كيتسناه. من بعد ما غيسالوا الالعاب غياخدوا واحد الصوره تذكاريه من هذيك مدينه الملاهي باش تبقى عندهم ذكرى هما وبنتهم نوران. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا بهار اللي مشات عند نديم وغتجي عنده وغتقول لي كنشكرك بزاف هاد السنين كامله ما تخليتيش عليا وكنتي ديما كتجي تزورني. غيقول لها شوفي انا كنعتبرك يا بهار بحال بنتي، كيفاش ما بغيتينيش نجي نزورك؟ غتقول لي عرفتي انت كنتي كتجي تزورني ديما ولكن انيس ما عمرو جا زارني، ديما كنت كنقول غادي يجي ولكن ما عمرو جا. غيقول لها نديم بلي انيس ضيع راسو بزاف وتبع طريق الانتقام داكشي علاش ولا بحال هكا. غتقول ليه يا بهار عمي نديم انا ما جيتش عندك على قبل انيس، انا جيت عندك على قبل واحد الموضوع وبغيتك تعرفوا ليا. غيقول لها علاش كتهضري؟ غتقول لي بغيتك تسول ليا على واحد الممرضه سميتها سعاد كراسو.
غيقول ليها وعلاش بغيتي تعرفي هاد المعلومات عليها، غتقول لي بغيت غير نعرف حيتاش كنشوفها بزاف هي وميسون وسلطانه وعندهم شي مشكل، يعني شي حاجه مخبيين عليا. هي راه كانت ممرضه في المستشفى الحكومي في السجن اللي كنت فيه انا حاسه بلي كتخبي عليا شي سر هي وخالتي سلطانه وميسون، داكشي علاش بغيت نعرف. غيقول ليها واش شاكه في شي حاجه، غتقول لي انا ما عرفتش، المهم بغيت غير نعرف عليها شي معلومات. غيقول لها صافي غير كوني هانيه، انا غنعرف لك المعلومات وغنتصل بك. من بعد في مشهد آخر غنشوفو سعاد اللي كتصلح في الزاجة من بعد ما هرست على سلطان. هنا غادي يجي خوها وغيقول ليها شنو واقع اختي، غتقول ليه راه يلاه جا المعلم وصايب لي الزاجة. غيقول ليه علاش، شكون اللي هرسها، غتقول ليه علاش ما في خبارش، انت ديما اخر واحد كيعرف الخبار، راه هذيك السلطانة جات هجمات عليا وبغات تضربني بالكرسي وهرست لي الزاجة، الله ياخذ فيها الحق. غيقول ليه علاش، غتقول ليه انت ما في خباركش باللي علاء هذاك نسيبها. غيقول لها واش هذاك الطويل، غتقول ليه غتقول ليه باللي راه صافي عرف الحقيقة وراه قرر باش يقول للبهار باللي نوران بنتها. غيقول لها ما يمكنش، اشنو هاد الشيء وشنو غديري، غتقول لي ايوا شنو غندير، ايوا فكر معايا شنو غندير، اصلا انت ماشي انت اللي غتشد في الحبس، راه انا اللي غادي نشد في الحباسات وغنغرق. غيقول لها غير صبري اختي، حنا غنقلبوا على شي حل. غتقول لي وحنا غنشوفوا الحل ديالك. هنا غطل عليهم نعيمه وغتقول سعاد لاباس عليك، غتقول لها بخير. غتقول لهم راني اليوم غدا عند بنتي زينب وعند الافتتاح ديال الفيلم ديالها. نعيمه غادي تطلب من فؤاد، غتقول ليه عافاك ولدي بغيتك توصلني، راه بنتي اليوم عندها الفيلم ديالها وإلا جات على خاطرك انا غنمشي انا والسيرين، بغيتك توصلني. هنا غيقول لها فؤاد غير سمحي لي خالتي نعيمه ما نقدرش حيتاش خاصني نبقى مع اختي. هنا غادي تدور تشوف فيه اختو سعاد، غتقول ليه لا راك غتمشي توصلها. غتقول لها لا اختي نعيمه راه غادي يجي يوصلك، اصلا هو راه عزيز عليه الافلام وكيبقى يتفرج فيهم الليل كامل ودرجه انه كيبقى يتفرج حتى كيبكي. خوه غادي يتصدم وغيبقى يشوف اختو كيفاش اش هاد الهضره كتقول اختي. نعيمه غتقول ليه لا ولدي ما تبقاش تبكي، راه زينب بنتي ديما كتقول لي دوك الافلام راه غير تمثيل، ما خاصكش تثيق بهم، الا بقيتي كتبكي وبقيتي حزين راك غادي تشيب، اصلا شوف راسك ولا كله شيب وغادي تشيب مع الافلام. هنا سعاد غتبقى تضحك، غتقول لها راه عزيزين عليه الافلام صافي راه غادي يمشي معاه. غتقول لها نعيمه صافي واخا ماشي مشكل يمشي معايا، انا غادي نتصل ببنتي زينب ونقول لها وجدي شي دعوه بحساب خوك باش حتى هو يمشي يحضر الفيلم. غتقول لها سعاد شكرا بزاف اختي نعيمه. غتقول لها نعيمه لا ماشي مشكل مرحبا بك. فؤاد غيقول لختو سعاد اش هادشي دخلتيني فيه، علاش بغيتي تصيفطيني الافتتاح، انا اصلا ما عنديش مع الافلام. غتقول لي شوف خاصك تمشي باش تحضر الفيلم ومن تما تراقب لي سلطانه راه غادي تكون هي وديك صالحه. غيقول لها لا اختي بلا ما تصيفطيني، ماشيش هذيك المسطيه شنو دارت هرست لك الدجاجه وبغيتي تصيفطيني عندها، الا مشات حتى شافتني هي وداك صالح مشاو يهرسوا لي سناني. غتقول لي شوف قلت لك غادي تمشي غادي تمشي، خاصك تمشي باش تراقبهم ليا وتشوفهم اشنو تحت راسهم. من بعد سيرين غادي تطلع ليه وغتقول ليه قالت لي خالتي نعيمه بلي راه انت اللي غدينا. غيقول لها انا اللي غنديكم. غتقول لي ولكن سير قاد حالتك سير باش تعطي داك الشعر وسير لبس شي حوايج زوينين لا تمشيو تحشم بينا. غيقول لها صافي واخا اللي بغيتي، اصلا اليوم نتوما كلكم كتحكموا فيا، انا غندير اللي بغيتو. وفي مشهد اخر غنشوفوا ميسون وعلاء اللي داو بنت نوران لواحد المطعم. نوران غتقول لام ديالها هذا المطعم كيتعطلوا بزاف، كون غير ديتينا ناكلوا في شي بلاصه اخرى. غتقول لها ميسون بنتي بلا ما نبقاو نخسروا الفلوس في المطاعم وناخذوا البيتزا ولا شي حاجه اخرى نجيو ناكلوا في هذه المطاعم، راه كتكون شعبيه وكتكون فيهم الماكله نقيه. غتقول لها نوران انا كتعجبني الماكله ديال هاد المحلات واصلا خاصنا نتعاونوا مع الناس الفقراء حتى هاد الماكله زوينه. من بعد غيجيبوا لهم الماكله ديالهم، يعني غيجيبوا لهم اللوبيا وغيجيبوا لهم داكشي. نوران كتبان فرحانه وغتقول لها انا اصلا كتعجبني اللوبيا وبغيت معها حتى البصل. غتقول لي ميسون لهذاك اللي خدام تما في القهوه، غتقول لي عافاك جيب ليها البصله. من بعد ما غيجيب لها البصله غتقول لي علاش جبتي لي هاد البصله بحال هكا. غيقول لها انت اللي بغيتي البصله. غتقول لي لا انا بغيت زعما تكون صاينه حيتاش في الدار كنهرسها انا وبابا. ميسون غادا تضحك وغتقول لها بنتي ما تبقايش تقولي هاد الهضره، هادوك التصرفات كنديروهم في الدار، يعني ملي نكونوا في الدار نهرسوا البصله، ولكن دابا قدام الناس ما خاصناش نديروا هاد التصرفات. غتقول لها بنت نوران صافي واخا ماما ولكن انا بغيت مخلل. غيقول لي هذاك السيد خدام في القهوه واخا اجي عندي وشوفي اللي بغيتي. علاء مسكين غير كيشوف في بنته كيبان حزين، يعني كيشوف التصرفات ديالها وما قادرش يسمح فيها. ميسون غتقول لعلاء واش انت متاكد من هذا القرار، واش متاكد باللي راك باغي تخبر بهار، واش سخيتي بنوران، شوف هي كيفاش معمر علينا حياتنا وانت بغيتي تخلى عليها. علاء غيولي شوفي بلا ما نبقاو نهضروا في هذا الموضوع صافي هضرنا وفي العشيه راه غيجي بهار وانيس صافي وخاصنا نسلموا لهم نوران باش نوجدوا روسنا. غتقول لي ميسون انا ما نقدرش نعيش بلا بنتي نوران. من بعد نوران غتجيب هذاك المخلل اللي طلباته من المطعم. ميسون غتشوفها تقول لها زوين هذا المخلل خليني ناكل معاك، ولكن كتبان في نفس الوقت حزينه على بنتها نوران. من بعد في مشهد آخر غنشوفو بهار اللي غتكون راجعة وغتكون حزينة. غادي تشوفها سيرين غتقول لها بهار لاباس عليك، غتقول لها بخير. غتقول لها مالك اشنو واقع لك، كتباني ليا حزينة. غتقول لها لا ما عندي والو انا بخير.
غتقول لها: "وأنتِ فين غادا؟" غتقول لها: "راني غادا الافتتاح اليوم ديال زينب مع خالتي نعيمة." "أشنو بالِك أباهار اختي إلا مشيتي معانا بدلتي الجو؟" غتقول لها: "لا ما فيا اللي يمشي." غتقول لها: "بهار وشنو درتي في الخدمة؟" غتقول لها: "السيرين راني مازال كنقلب على خدمة، وأختي ميسون مازال ما اتصلاتش بيا ما والو." غتقول لها: "بهار دابا اتصل بيك." من بعد غنشوفوا فؤاد اللي خرج، يعني غادي يبقى باش يوصل سيرين ونعيمة للافتتاح. غتقول لي اختو: "اجي بلاتي دير هاد الريحة باش تبان أنيق، وركّز معايا مزيان على سلطانة وعلى صالح، شوف أشنو تحت راسهم." غيقول لها: "صافي واخا اختي، أنا غندير داك الشي اللي بغيتي." سعاد غادي تشوف بهار كتشوف فيها شي نظرات يعني ديال الكره. غتقول لها: "اش هاد النظرات كتشوف فيا بهار؟ باينة غيكونوا قالوا ليها الحقيقة، هاد النظرات اللي كديري فيا بالطريقة يعني باينة عارفة هاد شي حاجة." بهار غتشوف فيها وغتكون غادا، غتجي عند سعاد غتقول لها: "اش خبارك اختي بهار؟" ولكن بهار غتشوف فيها غير واحد الشوفات يعني بحال غتخنزر فيها صافي، وغتكمل الطريقة ما غاديش تهضر معاها. فؤاد غيقول لسيرين: "يلاه خلينا نمشيو." غتقول ليه: "نتسناو اختي نعيمة راه كتوجد في راسها." غتقول لي: "ايوا دابا مزيان، دابا وليتي كتبان راجل، ولات كتبان عليك الرجولة." غيقول لها: "شنو كيصحاب ليك سهلتيني أنا." وفي مشهد آخر غنشوفو ميسون وعلاء ونوران اللي غادي يكونوا رجعوا للدار. هنا غادي تحل عليهم فايزة وغادي تسلم عليهم وغتقول لهم: "مرحبا بكم على سلامتكم." نوران غتقول لفايزة: "وأنا ما غاديش تقول لي على سلامتك." غتقول لها: حتى أنتِ نوران على سلامتك." غتقول لهم: "دخلوا راه محمود أمير جا وكيتسنى فيكم." من بعد غيدخلوا، نوران غتمشي كتجري عند خيرية وغادي تسلم عليها. غتقول لها: "خالتي خيرية جيتي؟" غتقول لها خيرية: جيت." "وفين كنتي نتيا؟" غتقول لها: "راني كنت مع ماما وبابا كنا خارجين مدينة الملاهي." ميسون غادي تمشي تسلم على محمود أمير وغيقول لها: "اش خبارك بنتي لاباس؟" غتقول ليه: "بخير وانت على سلامتك ملي رجعتي لينا." غيقول لها ميسون: "شكرا بزاف على داكشي اللي درتي معايا حيتاش وقفتي الحز." غتقول ليه: "لا ماشي مشكل، حنا عائلة وحدة وخاصنا نكونوا دايرين ايد في ايد." جميلة غتكون جالسة معاهم حتى هي باش تتعشاو. غتقول ليها ميسون: "وما قلتيش محمود أمير شنو درتي فيا؟ قولي لي داكشي اللي درتي فيا." غتقول ليها ميسون: "كنظن بلي ماشي وقت هادشي، ما خاصناش نهضروا في هذا الموضوع دابا." بنت نوران حتى هي غتقول ليها: "احترمي ماما، ما خاصكش تقولي هاد الهضره، وخاصك تحترمي حتى الزوج ديالك." دنيا ملي غتسمع نوران قالت هاد الهضره غادي يعجبها الحال وغادي تفرح. خيريه غتقول نوران: "اش هاد الهضره بنتي، كنموت عليك، كتعجبينا تبارك الله، هضرتك زوينه تبارك الله ما شاء الله عليك." من بعد دنيا غتقول لولدها علاء: "اجيو جلسوا معنا حتى نتوما تعشاو." غيقول ليها علاء: "لا غير سمح لينا نطلعوا نرتاحوا حتى تعشينا." غتقول لهم بنتهم الصغيره نوران: "حنا تعشينا على برا وكلينا اللوبيا وكلينا البصل وكلينا حتى المخلل، كلينا بزاف حتى تقنا." هنا غيبقاو يضحكوا مع بعضياتهم. من بعد ما سمعوا نوران شنو قالت لهم غيقول لهم محمود امير: "صافي يلاه سيروا طلعوا ترتاحوا الا كنتو زعما تعشيتوا." جميله غتقول لمحمود امير: "واش ما غتقول حتى حاجه؟ شفتيهم كيفاش كيهضروا معايا وكيفاش كيتعاملوا معايا، كيطيحوا ليا من قيمتي. حتى من البنت الصغيره حتى هي سمعتني الهضره، واصلا اختك دنيا راه ولات كتجي تهددني بالليل." غتقول لها دنيا: "اش هاد الهضره كتقولي؟ لا خويا راه غير كذبات عليك، انا ما عمري هددتها." غتقول فايزه والام ديالها: "واش عمركم سمعتوني كنهددها؟" غيقولوا لها: "لا ما عمرنا سمعنا." كذلك خيريه حتى هي غتقول لهم: "انا ما عمري ما سمعت." وهدى غتقول للخاله حتى هي: "انا ما عمري سمعت خالي ماما كتهددها." يعني كلهم غادي ينكروا. جميله ما غاديش يعجبها الحال. محمود امير غيقول ليها: "بنتي ليا وقيلا وليتي غير كتدخلي وتخرجي في الهضره، وقيلا بنتي ليا وليتي مريضه نفسانيا، بان ليا من الاحسن ديك على الطبيب ديال دنيا." دنيا غتفرح غتقول لي: خويا دي عندك الطبيب راه زوين، راه غيديروا لها غير شويه ديال الضوء في راسها وغترجع بخير. شوفي انا كي وليت ملي داروا لي داك الضوء وليت مزيانه، غير سيري جربي." جميله غادي تعصب غتقول لهم: "نتوما منتو ليا كلكم حماق، انا من الاحسن نوض." غيقول لها محمود امير: "جلسي ما غادي تمشيش حتى بلاصه." غتقول لي: "انا غنمشي، ما يمكنش نبقى جالسه مع هاد الحماق كاملين كلهم كينكروا عليا، انا ما يمكنش نبقى جالسه معاكم." وغادي تمشي معصبه. من بعد غيجي جمال حتى هو باش يتعشى معاهم. غادي يقول لي محمود امير: "جمال، انا شحال من حاجه شفتها عليك وغمضت عيني عليك. انا شفتك خدمتي مع كينان وكتعامل معاه وقلت ديك الساعه ماشي مشكل، ولكن باش تقلق ليا هدى هادشي ما غاديش ندوزو. انت شحال من مره كتقلقها، ولكن هاد المره الا مشيتي حتى قلقتيها ديك الساعه غادي نتعامل معاك انا مزيان." غتقول ليه الام ديالو خيريه: "شوف ولدي، هذه راه مراتك خاصك ترد ليها البال." غتقول ليه دنيا حتى هي: الام ديالك عندها الصح، انت خاصك ترد ليها البال وما خاصكش تبقاي تقلقها." هنا جمال غادي يتعصب غيقول لهم: "ما تبقاوش تضغطوا عليا، نتوما كثرتوا عليا هادشي بزاف. انا شحال من مره كنبغي نتفارق معاها وكتخرجوا ليا شي مشكل وديك الساعه ما كنتفارقش معاها." غيقول لي محمود امير: "احترم راسك، علاش اصلا انت تزوجتي بها النهار الاول؟" غيقول ليه: "على انا كان عندي اختيار، راه هي اللي فرضت راسها عليا وديك الساعه لقيت راسي واحل معاها." ودا غادي يبقى فيها الحال. غتقول لي: "بركه، انا بغيتك من قلبي وكنت ديما كنحاول ندير اي حاجه اللي تخليك سعيد وتبغيني، ولكن انت ما عمرك بغيتيني، انت ما عمرك اعتبرتيني زوجه ديالك، ديما كنتي بعيد عليا، وانا كنحس براسي بلي انا ماشي مراتك."
الأم ديال جمال حتى هي غتقول لولدها حشوم عليك أولدي هادشي اللي كدير، أنت راه كتظلم مراتك، هادشي اللي كدير ليها حشوم عليك، غيقول ليها جمال أصلًا أنا مابقيتش عارف راسي شكون أنا، وغادي يمشي. هنا هدى غيبقى فيها الحال وغتمشي عند الأم ديالها وغتقول لها عافاك بنتي ما تبكيش، غتقول لها خيريه شوفي يا هدى انتِ راكي عزيزة عليا وإن شاء الله كلشي غادي يتصلح، كوني أكيدة أنني غادي نهضر معاه وديك الساعة غيجي حتى لعندك ويطلب منك السماحة. غتقول ليها هدى هادشي ما غاديش يكون حيت شحال من مره كنحاول معاه ولكن هو ديما كيبعد عليا، اصلا هو راه ما نساش زينب وديما كيفكر فيها وديما في بالو. وفي مشهد اخر غنشوفوا الافتتاح ديال المسلسل ديال زينب واللي غيكونوا كلهم كيتفرجوا فيه في السينما. غنشوفوا واحد اللقطه من المسلسل اللي غتكون فيه زينب كتمثل مع البطل وكتقول لي نساني انا صافي غادي نساك وبلي صافي سالينا. هنا غادي يسالي الفيلم، سلطانه غادي تسلم على بنتها زينب وغتقول لها المسلسل ديالك زوين تبارك الله. من بعد زينب غنشوفوا الصحافه اللي غتجي عندها وغيبداو يسولوا فيها شي اسئله، واش بصح انت ساكنه مع البطل وما مزوجينش وبلي هو اللي شاري لك الدار. هنا نعيمه غادي تسمع هاد الهضره وما غاديش يعجبها الحال. زينب غتقول لهم عافاكم باش تقدروا تسولوني غير على المسلسل، خليو الاسئله الخاصه لمن بعد. نعيمه ما غاديش يعجبها الحال وغتقول لهم اش هاد الهضره بنتي راه ما ديرش هادشي، ما يمكنش لا تكون مع واحد ما مزوجاش بيه. سلطانه غتقول لنعيمه صافي سكتي انت ما تهضريش. هنا الصحافه غادي يسمعوا الناعمه وغيقولوا ليها اشنو كتجيك هادي واش الام ديالك. زينب ما غاديش تجاوب وغتبقى غير كتشوف. نعيمه غتقول سلطانه شوفي اش كيقولوا، اش هاد الهضره كيقولوا على بنتي، انا ربيت بنتي احسن تربيه، اش هاد الهضره كيقولوا لها. غتقول لها سلطانه شوفي هادي راه غير هضره ديال الصحفيين باش يروجوا الفيلم. غتقول لها ولكن حشوم عليهم علاش يقولوا هادشي، انا بنتي راه ما ديرش هادشي. غتقول لها سلطانه صافي ما تدخليش غير سكتي. هنا هذاك الممثل البطل غيقول زينب شكون هاد المراه، واش هاد المراه جات عندكم من العروبيه، من الاحسن باليه خاصك ديريها دار العجزه ولا غادي تخرج لك على حياتك وتخرج لك على مستقبلك. نعيمه غادي تسمع هاد الهضره وما غاديش يعجبها الحال. هنا غيقولوا لهم بلي سالا العرض ونقدروا نمشيو نكملوا الاحتفال. سيرين غتمشي عند نعيمه غتقول لها خالتي نعيمه يلا خلينا نمشيو نكملوا الاحتفال. نعيمه اللي بقى فيها الحال بزاف. من بعد غنشوفوا الاحتفال وغنشوفوا زينب اللي غتكون هي وداك البطل وكيسولوا فيهم الصحافه وكيصوروا فيهم. غيقول لهم صحيح اش هادشي حتى المسلسل ولاو كيديروا ليه احتفال. من بعد غنشوفوا فؤاد اللي كيهضر مع سيرين وغيقول ليها شنو بان لك الا تصيفط لك طلب صداقه غنولوا نهضروا حنا وياك في الميساجات ونصيفط لك رسائل زوينين ونصيفط لك تصاور. غتقولي سير شوف لك شي حاجه وما تبقاش غير لاصق فيا. من بعد غنشوفوا سلطان اللي شافت فؤاد وغتقول صالح اش كيدير هذاك السيد هنا. غيقول لها شكون هو، غتقول لي فؤاد خو سعاد ما عرفتش اش كيدير هذاك الحقير هنا هذاك النصاب. غيقول لها غير كوني هانيه انا غادي نتكلف به. من بعد صالح غيمشي عند فؤاد وغيقول ليه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. غيقول لي فؤاد فاش بغيتي تهضر معايا، غيقول لي اجي معايا وديك الساعه غادي تعرف. صالح غيدي فؤاد غيقول لي اش جيتي كدير هنا واش ما كتحشمش علاش جاي هنا. غيقول ليه راني جيت حيتاش قالت لي اختي باللي علاء راه غادي يقول الحقيقه وصيفطتني اختي سعاد قالت لي خاصني نجي ونعرف شنو واقع. غيقول لي واش ما كتحشمش جاي بوجهك احمر حتى الحفله، شوف هذاك الطاكسي اللي عطيته لك غادي تردوا ليا وما بغيتش نشوفك هنا حيتاش راك عصبتي سلطانه. غيقول لي صافي واخا خويا صالح انا غنمشي دابا. غيقول لي صالح يلاه سير مابقيتش بغيت نشوفك، يعني صالح غادي يتعصب عليه. فؤاد غيكون غادي وغيقول سيرين حتى نهضر معاك في التليفون يلاه بسلام عليك، يعني غادي يخاف من صالح وغادي يمشي. من بعد نعيمه غتجي عند سيرين وغتقول لها من الاحسن بان ليا نمشي عند بنتي زينب ونطلب منها تسمح ليا وكنظن بلي غتسمح ليا ياك. غتقول لها سيرين غتسمح ليك علاش ما تسمحش ليك هذيك راه بنتك وانت راه الام ديالها. غتقول لها خاصني نمشي نطلب منها السماحه من بعد هذيك الشوهه اللي درت لها قدام الناس، انا خاصني نمشي نطلب منها السماحه. غتقول لها سيرين سيري خالتي ناعمه سيري وهذيك راه بنتك كوني اكيده انها غادي تسمح ليك. من بعد ناعمة غتمشي عند زينب وغادي تعنقها وغتقول لها بنتي زينب سمحي لي بزاف حيت قلقتك مني، انا جيت غير نبارك لك ونمشي. غتقول لها زينب ماما ماشي وقت هذا. غتقول لها علاش بنتي انا راه جيت غير نبارك لك سمحي لي انا غنمشي دابا. ناعمة غادي تكون غادا وغتجي الصحافة عند زينب وغادي نقولوا ليها شكون هاد السيدة باينة كتبغيك بزاف. غتقول لهم بلي هذيك راه غير المربية والام الحقيقية ديالي هي سلطانة، هذيك راه غير المربية ديالي وكانت ساكنة معنا وكانت بحال الخادمة ديالنا. هنا ناعمة غتسمع هاد الهضرة وغيبقى فيها الحال بزاف. ملي غتسمع هاد الهضرة غتجيها الدوخة وغتبغي طيح على واحد السيدة. هذيك السيدة غتقول لها واش ما كتشوفيش، غتقول لها سمحي لي راني ما شفتكش. غتقول لها اش هاد الامثال كتجيبهم هنايا. نعيمه غتقول لها ديك السيده خليني ننظف لك حوايجك. غتقول لها بعدي عليا ما تقيسينيش. هنا غتدخل سيرين وغتقول لها علاش كتعاملي معاها بحال هكا. غتقول لها ما شتيش كيفاش دارت لي حوايجي كلهم عمراتهم ليا تكفح عليا المشروب. غتقول لها غير خليني ننظف لك. غتقول لها بعدي مني. هنا غتجي السلطانه غتقول لها سمحي لينا اختي فريده راه غير ما شافتكش. هنا غتقول لهم اش هاد الامثال وغادي تمشي. زينب غتجي عند الام ديالها وغتقول لها علاش درتي هاد الشيء راكي حشمتيني مع الناس، واش ما عارفه شكون هي هذيك السيده، هذيك راه هي المنتجه، واش انت بغيتي تضيعي عليا الخدمه. غتقول لها ناعمه علاش بنتي زينب درتي هاد الشيء، واش انا
ربيتك على هاد الشي، أنتِ وليتِ كتستهزئي بيا، ما بقيتيش راضية بيا، أنا وليت خدامة ياك أبنتي. غيجي جمال وغيقول ليها أشنو واقع؟ نعيمة غتقول ليه شتي ولدي جمال، أنا ربيتها أحسن تربية وشوف هي شنو كتقول، ما بقاتش راضية بيا وقالت للناس بلي أنا غير مربية ديالها وبلي كنت غير خادمة. أنا شنو درت معاها؟ علاش كتعامل معايا بحال هكا؟ علاش؟ واش هذا هو الجزاء ديالي؟ غيقول لها جمال عافاك خالتي نعيمة ما تبكيش، أصلا الناس تغيروا بسبب الفلوس ما بقى عندهم لا إحساس لا والو، يلا خلينا نمشيو. غتقول لي حشومة ولدي، واش أنا شنو درت ليها؟ أنا ما درت ليها والو، علاش تعاملات معايا بحال هكا؟ بنتي زينب ما بقاش كتبغيني، ما بقاتش راضية بيا. غيقول لها جمال عافاك خالتي نعيمة ما تبكيش، صافي راه هي اللي خسراتك، اصلا الناس عماتهم غير الفلوس ولاو كيشوفوا غير المظاهر، ما بقاش عندهم احساس ولا المشاعر تجاه الناس الاخرين. وفي مشهد اخر غنشوفوا نوران اللي غتكون في بيتها وغيجي عندها علاء غيقول لها بنتي تصبحي على خير، غتقول لي حتى انت بابا تصبح على خير. هنا ميسون وهي حاضيه بنتها كتشوف فيها، غادي يجي عند علاء غيقول لها يلا اتصلي ببهار. غتقول لي حشومه لك واش ضروري خاصك تعيشني هاد العذاب؟ غيقول لها قلت لك اتصلي ببهار. هنا ميسون غتصل ببهار وغتقول لها بهار سلام افسون اش خبارك بخير؟ غتقول لها بخير. غتقول لها بهار بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. غتقول لها شنو واقع ياك لاباس؟ غتقول لها ما واقع والو، بغيت غير نهضر معاك ضروري في واحد الموضوع وضروري خاصنا نتلاقاو. غتقول لها بهار واش ضروري في هاد الليل؟ غتقول لها غتقول لها شنو كاين قولي لي. غتقول لها حتى نتلاقاو ديك الساعه نقول لك، يلا نتلاقاو دابا من بعد ساعه حدا الدار. ميسون غادي تقطع المكالمه مع بهار وغتقول لعلاء شحيتي دابا؟ عافاك نقدروا نتراجعوا. غيقول لها صافي فات الحال. علاء غادي يتصل بانيس وغيقول ليه انيس بغيت نتلاقى معاك وبغيت نهضر معاك. غيقول ليه انيس شنو واقع ياك لاباس؟ غيقول لي بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع، غنتلاقاو في الحي وديك الساعه نشرح ليك. راه غادي نتلاقى حتى مع بهار حتى هي غادي تكون تما. انيس ما غيفهم والو، غيقول لي شنو واقع؟ غيقول لي علاء حتى نتلاقى معاك وديك الساعه نشرح ليك. ميسون غتقول علاء واش قال لك انيس غادي يجي؟ غادي يقول لها راه غادي يجي، يلا وجدي راسك. من بعد ميسون غادي تمشي باش تشوف بنتها نوران. هنا غادي تجي عندها ديك المساعده وغتقول ميسون واش بغيتيني؟ مدام ميسون غتقول ليها جمعي الحوايج كاملين ديال نوران وجمعي لها اغراض ديالها كاملين. غتقول ليها هذيك المساعده علاش؟ غتقول لك داكشي اللي قلت لك هو اللي خاصك ديريه، جمعي الاغراض ديالها كاملين وانتيا من غدا صافي سيري قلبي على راسك في شي خدمه، انا غنعطيك الراتب ديالك وغنعطيه لك مضوبل. غتقول ليها هذيك المساعده شنو وقع مدام ميسون؟ علاش غادي نجمع الاغراض ديال نوران وعلاش انا غادي نمشي من هنا؟ علاش واش مابقاش عاجبك الخدمه ديالي؟ غتقول لها داكشي اللي قلت لك ديري ديري، صافي ما تعاوديش معايا الهضره، سيري جمعي الاغراض ديال نوران وغدا سيري قلبي على شي خدمه. هنا نوران غادي تفيق من النعاس وغادي تسمع الهضره اللي دارت ما بين ميسون وديك المساعده ديالها. هنا المساعده غتدخل وغتقول نوران خاصني نجمع لك نوران حوايجك. غتقول لها نوران علاش غتجمع لي حوايجي؟ فين بغات تصيفطني ماما؟ غتقول لها المساعده انا ما عرفتش، قالت لي ماماك بلي خاصني نجمع لك حوايجك وبلي غدا غادي تمشي. غتقول لها انا ما بغيت نمشي حتى بلاصه، انا بغيت نبقى هنا في الدار. هنا هذيك المساعده غتمشي وغادا تجمع لها في حوايجها. نوران غادي تعصب غتقول لها ما تجمعيش لي حوايجي، انا ما بغيت نمشي حتى بلاصه، انا بلاصتي هي هنا، انا خاصني نبقى مع عائلتي وما غنمشي حتى بلاصه. المساعده ديالها غتقول لها انا ما بيدي والو، انا كندير غير الاوامر. هنا نوران غتعصب وغتمشي للحمام وغتدخل وغادي تسد عليها الحمام. هنا غتبع المساعده غتقول لها نوران حلي لي الباب. غتقول لها ما غاديش نحل لك الباب، انا ما غنمشي حتى بلاصه، غنبقى مع ماما وبابا. هنا غتبقى تطلب فيها المساعده عافاك نوران حلي الباب حلي الباب، ولكن هنا نوران غتجيها واحد العصبيه وغتبقى تهز داكشي اللي كاين في الحمام وكتهرس فيه. يعني غادي تعصب وغتقول لها انا ما غنمشي حتى بلاصه، انا بلاصتي مع والديا وما غيصيفطوني حتى بلاصه. هنا المساعده غادي تخلع ملي غتسمع داكشي كيتهرس. وهنا غتكون سالات الحلقه ديالنا. نتمنى تعجبكم هاد الحلقه ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.